كبير ماله نهاية، وحزب النور رفع راية وضوح وطموح. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي السادة مرشحي حزب النور على القائمة والفردي، السادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لماذا حزب النور في برلمان 2015؟ لأن الدورة البرلمانية القادمة من أهم الدورات التشريعية التي تمر بها مصر بعد دستور جديد شاركنا في صياغته ونطمح في حماية مكتسباته، وذلك بتحويل مواد هذا الدستور إلى قوانين حقيقية ومتابعة تنفيذ هذه القوانين وتعديل ما سبق من تشريعات لتتوافق مع بنود هذا الدستور. لماذا حزب النور في هذا البرلمان؟ لعمل توازن مجتمعي وتمثيل جيد يعبر تعبيراً واضحاً لكل شرائح وطبقات المجتمع. نعمل من أجل تحقيق أهداف الثورة من خلال الحفاظ على الهوية المصرية الأصيلة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية التي تسعى لتقليص المساحة بين طبقة رؤوس الأموال العالية والفقراء وتوسيع شريحة الطبقة المتوسطة من أجل رفع المعاناة عن كاهل المواطن المصري. نعمل أيضاً من أجل الحفاظ على الحقوق والحريات دون فرض وجهة نظر طائفة بعينها على طائفة أخرى وإقصائها. هنا سؤال يطرح نفسه: ماذا عن أهمية وجود المرأة ومشاركتها السياسية بالأخص في حزب النور؟ بداية نؤكد أن الإسلام حفظ للمرأة حقوقها وحرياتها، فالنساء شقائق الرجال. كفل الإسلام لها كل الحقوق الإنسانية وساوى بينها وبين الرجل في الواجبات والتكاليف بما يحفظ لها خصوصيتها ويحقق ذاتها. وأثبت الإسلام لها دوراً محورياً في الشهادة والإقرار والشورى. والناظر في التاريخ الإسلامي العربي والقديم والحديث يجد مشاركة فعالة للمرأة في العمل المجتمعي والسياسي من بداية عصر النبوة مروراً بمراحل التاريخ المختلفة وصولاً إلى التاريخ المعاصر. الدلائل على ذلك كثيرة جداً أكثر من أن تحصى. أما عن دور المرأة المرشحة على قوائم حزب النور في البرلمان القادم بإذن الله تعالى، فنحن نسعى أولاً لتهيئة البيئة المناسبة المعينة والمحفزة للمرأة المصرية كي تقوم بدورها الأساسي، فهي نصف المجتمع حقا وتربي وتنشئ النصف الآخر وترعاه. ثانياً مواجهة مشاكل المرأة والطفل والسعي لحلول جذرية لها، وذلك بأن نرفع عن كاهلها تبعات كثيراً ما حملت لها من البطالة والفقر والمرض والإقصاء والتهميش. وكذلك من أهدافنا وضع حلول جذرية للزيادة الملحوظة نسبة الأمية لدى النساء وضعف الوعي الاجتماعي والثقافي والسياسي معاً. ونسعى أيضاً لإعداد برامج تدريبية للمرأة المعيلة لتحظى بحرية كريمة وتتحول إلى عنصر فعال ومنتج في المجتمع. ولا ننسى وضع نظام للتأمين الصحي للمرأة حفاظاً على حقها في رعاية صحية آدمية، كذلك نظام معاشات مناسبة يكفل لها حياة كريمة وآمنة. أما عن الطفل
أصغر وأضعف وحدة إنسانية مجتمعية تعاني بدرجة عالية ومن الإهمال والتهميش فيها الكثير في جميع حقوقه من التعليم والتربية والصحة والرعاية والثقافة. نسعى بحق وبقوة لتهيئة بيئة جديرة بأطفال مصر تتوافر فيها الظروف الملائمة للعيش الكريم والتنشئة السوية، وذلك من خلال وضع مناهج تأهيلية منتظمة للأم ترتقي من خلالها بالدور المنوط بها تربوياً. أيضاً الاهتمام بتطوير المنظومة التعليمية بكل جوانبها لتشمل مناهج علمية صحيحة، كذلك والاهتمام بالبرامج الإعلامية الموجهة للطفل في إطار المعايير والقيم الخاصة بالمجتمع المصري. للأطفال معاناة أخرى تتمثل في أطفال الشوارع، لابد من وضع منهج وبرامج تعليمية تأهيلية لدمجهم في المجتمع ليصبحوا عناصر صالحة منتجة. معاناة أخرى تضاف نحتاج لها نظرة عادلة ذوي الاحتياجات الخاصة وإعطائهم حقوق إنسانية ودمجهم بالمجتمع. وفي النهاية لابد أن نؤمن بأهمية تعزيز دور المرأة في المشاركة السياسية. نشكر لكم حسن الاستماع. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فأنا صوتي عشان بلدي لحزب النور، فأنا صوتي عشان بلدي لحزب النور.